أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا ولقائنا الأسبوعي من أمثالكم، برنامجنا المعني بالمملكة الحيوانية والتعرف على مختلف الأنواع من الحيوانات شركائنا في الأرض اللي بنتشارك معهم هذه البيئة وهذه الأرض الواسعة جدا المختلفة. بالتالي هنلاقي أن كتير جدا من أنواع الحيوانات اللي استعرضناها معاكم في حلقاتنا السابقة واللي إن شاء الله هنستعرضها في حلقاتنا القادمة، كتير منها يمكن بنسمع معلومات عنهم لأول مرة، كتير منهم ما نعرفهمش وبنتعرف عليهم من خلال فقراتنا. النهاردة هنتكلم عن واحد من الحيوانات المرتبطة ببيئتنا المصرية تحديدا، وهو واحد من الحيوانات اللي تعد الأكبر حجما بين الزواحف، أو يمكن تاني أكبر حجم ما بين الزواحف تحديدا. يمكن مش من الحيوانات اللي كتير من الناس بتستهويها بشكل خاص جدا، ولكن هو واحد من المنظومة البيئية ومن المملكة الحيوانية، وخلقه شيء مهم جدا للبيئة اللي بنعيش فيها. النهاردة إن شاء الله هيكون عندنا فقرة رئيسية هنتكلم فيها عن واحد من الحيوانات اللي أثارت انتباهنا بشكل كبير جدا تحديدا نحن في مصر في الفترة الماضية، نتيجة إشكاليات كثيرة موجودة مرتبطة بالبيئة التي يعيش فيها. إن شاء الله النهاردة فقرتنا الرئيسية هتكون عن التمساح النيلي. ليس لديه شفقة ولا رقة قلب، تنهمر الدموع من عينيه وهو يلتهم فريسته. إنه من أشرس الحيوانات مكراً وغدراً، وهو بالفعل مثير للرعب. هو من أضخم الزواحف، له جسم طويل وأرجل قصيرة وذيل قوي، طوله يساعده على السباحة والوقوف العمودي في الماء. هذا الحيوان منذ ولادته يجيد المراوغة والتنويه وخداع ضحاياه، ويتقن التنكر من خلال الغور في المياه والطين. وجوه التماسيح تمكنها من الإحساس بأقل تموج في الماء، وتصل أعضاء الاستشعار للجهاز العصبي مباشرة، وهو ما يمكنها من معرفة وجبتها المقبلة بمجرد أن تتحرك الفريسة بالماء. تعرضت بعض أنواع التماسيح للانقراض بسبب ارتفاع ثمن جلودها وبسبب أكل لحومها من محبي أكل التماسيح. وده معادنا دلوقتي مع فقرتنا الرئيسية أعزائي المشاهدين، والنهاردة بنتكلم عن واحد من الكائنات المعرفة بأنها من أكثر الكائنات افتراسا في العالم وشراسة في العالم، ويمكن مش كتير مننا حتى اللي عندهم ارتباط بالحيوانات أو مهتمين بالعالم الحيواني قد يستشعروا نوع من التعاطف أو الانجذاب مع هذا الحيوان تحديدا، ولكن بالتأكيد بما أن هذا الحيوان قد خلق فله أهمية في المنظومة البيئية. النهاردة حوارنا عن التمساح وتحديدا التمساح النيلي، والتمساح النيلي أخذ حيز كبير من الاهتمام والكلام في الفترة الأخيرة، والنهاردة هنحاول أن احنا نتعرف على التمساح النيلي بشكل أكثر قربا. وبيسعدنا أن يكون معنا النهاردة ضيف في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور إيهاب هلال، وهو الأستاذ بمعهد بحوث الصحة الحيوانية ورئيس قسم الحياة البرية بكلية طب بيطري جامعة العريش. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك أستاذ منى. التمساح النيلي، تحديد النيلي ده أكيد لإظهار فارق عام عن التماسيح بشكل عمومي يعني. أكيد، لأن التمساح النيلي هو من أهم أنواع التماسيح المياه العذبة مش المياه المالحة. يعتبر أكبر تاني نوع من الزواحف على مستوى العالم بعد التمساح الأمريكي على وجه الأرض. التمساح الأمريكي رقم 1 في الحجم، رقم 2 التمساح النيلي اللي موجود عندنا في حوالي 26 دولة أفريقية، منها مصر في بحيرة السد
ومنطقه جنوب مصر كلها. كان زمان قبل السد طبعا كان بيتواجد التمساح النيلي على طول مجرى النيل، بس دلوقتي بقى محصور في بحيره السد وما خلفها في صعيد مصر. التمساح النيلي في ضجه كبيره زي ما حضرتك قلتي قبل شويه، ان هو في دوشه كبيره عليه كسلوك وكحاجه مرعبه، وعشان يتغذى على الاسماك زي ما الناس كانوا بيتكلموا. انما لازم نعرف ونفهم سلوك التمساح النيلي ايه قبل ما نتعامل معاه، ونعرف اهميه الكائن ده، هل له دور في التوازن البيئي ولا لا. التمساح النيلي كونه بالحجم ده، لما نقول اخر احصائيه اتعملت في مصر كانت زملاء في وزاره البيئه عملوها، كان تقريبا في 2018، كان عدد التماسيح النيليه اللي موجوده في مصر حوالي 15,000 تمساح. مش عدد كبير، لا مش عدد كبير، بس 15. ممكن انظر لهذا العدد على انه ممكن يعتقد البعض انه كبير، لانه الحيز التواجد بقى محصور في منطقه ما بعد السد. تمام، بس ده لو هو العدد ثابت او ما بيتزايد. قبل السد عفوا. لو العدد ثابت او بيتزايد ده اللي نتكلم فيه، انما لو العدد بيتناقص هي دي بتبقى نقطه في الارمينج فيه. بيتناقص. الاهم من كده ان لما نقول 15,000 في كم عدد قد ايه منهم؟ ما هو 15,000 من اول 25 سم اللي هو لسه فائس لغايه الادلت اللي طوله 4 متر او 5 متر. التمساح النيلي 20% منه بس فوق المترين ونص. ده اقصى حجم ممكن يوصل له التمساح النيلي 5 متر؟ التمساح النيلي الذكر حجمه اكبر من الانثى. حجم البلوغ في الانثى بيوصل من حوالي 2 متر 2 متر ونص، بالنسبه للذكر من حوالي 3 متر. يصل طوله الى حوالي 5 متر، وفي بعض العينات منه وصلت ل 6 متر. الوزن بتاعه من 200 كيلو، وزن البلوغ من 250 كيلو، واحنا طالعين لغايه 600 كيلو، وممكن يوصل ل 800 كيلو اكثر بالنسبه للذكر. الذكر اكبر حجما من الانثى. الاهم من كده هو ما بيتكاثرش كل سنه. التمساح النيلي مش بيعمل عش كل سنه. التمساح النيلي الانثى اللي بتبيض السنه دي بتقعد 2 أو 3 لغايه ما تبيض المره اللي بعدها. ده طبيعي بالنسبه للتماسيح طبيعي. ولا انا عندي ظرف؟ لا ده الطبيعي بالنسبه للتمساح النيلي. هو الانثى تلد كل سنتين، تبيض كل 2 أو 3 عفوا مره، كل 2 أو 3 مره واحده. موسم التكاثر بتاعه بيبقى في شهر 7 و8، ده التزاوج، وبعدين بيضع البيض بتاعه من شهر 11 أو 12. العش بتاعه يعني فتره الحمل من 2 ل 3 تقريبا. بتعمل عش حوالي نص متر حفره في الارض، بيبدا تحط البيض بتاعها اللي في المتوسط حوالي 50 بيضه، ممكن يوصل من 20 أو 30 بيضه لغايه 70 بيضه، ده حسب حجم الانثى وعمرها. بنتكلم عن كائن في المره الواحده. في المره الواحده، ما هي مره واحده في السنه. مره واحده في السنه، مره واحده كل 2 3. مره واحده كل 2 3 تضع من 20 ل 70 بيضه ممكن. بالظبط، هنقول في المتوسط 50 بيضه. طيب ال 50 بيضه اللي هي بتحطهم دول فيهم قد ايه بيفقس؟ نضع في الاعتبار ان المده اللي بيفقس عندها البيض بتبقى من 75 ل 90 يوم. قد ايه منها بيفقس؟ هنلاقي ان نسبه الفأس بتاعتها بتصل لحوالي 10% فقط من البيض ده هو اللي بيفقس. الباقي بيتم الافتراس، لان هي بتقعد الام تحرس العش بس بيفترس من كائنات طبيعيه كتير موجوده في المنطقه، عشان التوازن البيئي زي ما قلنا. ربنا ما بيخلق كل حاجه، في حاجه تعمل كنترول على الاعداد بتاعتها وسيطره على الاعداد بتاعتها. فعندك الورل النيلي مثلا من الحاجات المفترسات اللي ممكن تتغذى على البيض وصغار التماسيح فتعمل كنترول عليه. لو قلنا 10% بس اللي بيفقس، ال 10% اللي بيفقس ده كمان اللي بيوصل لمرحله البلوغ منهم لا يتعدى ال 10% برضه من ال 10%. من ال 10%. يعني بنقول في الاخر ان كل بينتج عنها تمساح 1 أو 2 اللي بيوصل لمرحله البلوغ. طيب سن البلوغ بتاع التمساح النيلي قد ايه؟ ماهوش بيوصل بعد سنه او سنتين، ده بيبلغ على سن 12 13 سنه. يعني بيقعد من 12 ل 13 سنه بالظبط كده. والفتره ما قبل البلوغ ده كل ده المفروض يكون في رعايه الام ولا لا؟ هو مع رعايه الام، في رعايه الام اول فتره بس لغايه ما بيعدي سن السنه يبقى طوله حوالي متر ويبدا يعتمد على نفسه. من اول يوم اصلا التمساح بيوصل للميه، هي بس حريصه الام انها توصله للميه، بتسمع صوت الصغيرين وهم بيبداوا الفأس بتاعهم، كليكينج ساوند اللي بيطلع من النقر بتاع البيض، تبدا هي تساعدهم وتحفر، تبدا تشيل من عليهم اذا كان في التراب او كده على مدى ال3 شهور اللي فاتوا، وتبدا تساعد الصغيرين انهم يطلعوا وتساعدهم انها توصلهم لطرف حافه الميه العذبه، عشان هو يبدا يتناول غذائه. هو الغذاء بتاعه هي مش هتاكله،
هي بتحرس المنطقه اللي هم فيها بس. هو يبدا يتناول غذائه من الحشرات اللي موجوده في الميه، من الكائنات الصغيره الموجوده في الميه، وبالتدريج لغايه ما ينمو من سن 12 13 سنه، سن البلوغ بتاعه، توصل الانثى 2 متر ونص تقريبا، والذكر حوالي 3 ل 3.5 متر. اسمح لنا دكتور، واسمحوا لنا اعزائي المشاهدين نتوقف مع فقره هل تعلم، وبعديها نستكمل هذا الحوار الشيق. هل تعلم؟ يصل طول التمساح النيلي إلى 6 أمتار، ووزنه قد يتجاوز 700 كيلوغرام، مما يجعله ثاني أكبر زحف بالعالم. يتغذى على الأسماك والطيور والثدييات الكبيرة، وقد يهاجم البشر في بعض الأحيان. على الرغم من سرعته بالماء، إلا أنه بطيء الحركة على اليابسة. يعيش التمساح النيلي في المتوسط حوالي 45 عاماً، وقد يصل عمره إلى 80 عاماً في الأسر. يعيش في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ويوجد بكثرة في نهر النيل. يمكنه البقاء لفترات طويلة دون طعام. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين، وبنستكمل حوارنا مع الاستاذ الدكتور ايهاب هلال عن التمساح النيلي. وقبل ما نطلع فاصل الحقيقه كنا بنتكلم في معلومه شيقه جدا، وهي انه درجات الحراره اللي بتوضع فيها البيض، تضع الانثى فيها البيض، بتعتمد على ان هي اللي تحدد جنس المولود اذا كان انثى او ذكر. ونرجع مع حضرتك كده تاني نشرحها بشكل اكثر دقه. درجه الحراره المثلى لفأس النسبة الطبيعية كما خلقها ربنا، اللي هي 1 لواحد ذكر لأنثى، هي 31.5 تقريبا ل 34.5 درجة مئوية. يعني درجة حرارة الأرض وقت البيض اللي متحضن فيها البيض في البيئة الطبيعية للتمساح، لو في الرينج ده، لو في المعدل ده، هيطلع 1 لواحد. 1 لواحد. لو تحت كده أو فوق كده تطلع إناث فقط للحفاظ على التوازن البيئي وإعادة المنظومة للعدد الطبيعي بتاعها. لو قلت عن 31.5 أو زادت عن 34.5 أو زادت عن 34.5 بالظبط. في الحالتين دول هيبقى إناث فقط. إناث فقط. لكن الدرجة المثلى اللي هي من 31 ل 34 يبقى 1 لواحد ذكر لأنثى. وطبعا ده مهم لأن احنا عايزين عدد إناث أكتر عشان الذكر يقدر يتزوج مع أكثر من أنثى. التوازن البيئي لما كان عليه. حضرتك واحنا بنتكلم في الأول برضو قلت إنه وزارة البيئة لما عملت الفحص والإحصائية اللي عملتها في 2018 كان هناك مجموعة من المؤشرات المقلقة. المؤشرات اللي هم ذكروها قالوا ان الاعداد في تناقص وليست في تزايد. نخلي بالنا من حاجه، احنا ليه بنقول التمساح النيلي مهم في التوازن البيئي؟ ليه مهم ان احنا نحافظ عليه باعداده، ما نحاولش ان هو يبقى فيه تناقص؟ تصنيف التمساح النيلي في البيئه بتاعته بنقول ان هو كورنر ستون، حجر زاويه في البيئه دي. يعني ايه؟ يعني ده بنعتبره من المفترسات على قمة الهرم الغذائي، وبالتالي لما نيجي نشوف هو بياكل ايه، احنا بنقول ده بياكل السمك، لا، هو بيحافظ على الوعاء الجيني للأسماك بتاعة النيل عالي، لأنه لما ياكل مش هيختار السمكة السليمة اللي فيري فات ويتغذى عليها، هو بياكل السمكة اللي فيها تشوه في الزعانف، فيها تشوهات في العمود الفقري، فيها مرض معين، بياكل الاسماك الضعيفه. نضيف دي جنب ان هو بيتغذى على الاسماك الميته النافق. الطباع بتاعتنا في اذا كان في الناس اللي بيرموا احيانا حاجات نافقه في الميه او كده، مين اللي بياكلها؟ ما ده واحد اكل للجيف، يعني يقدر ياكل الجثث النافقه في ميه النيل، هيحافظ لك على ميه النيل نظيفه ويحافظ على الوعاء الجيني للاسماك بتاعتك عالي. تعالي شيلي التمساح النيلي من المنظومه البيئيه في العامل توازن وفي حاله اتزان دي، هتلاقي عندك هيحصل خلل بيئي فورا. وانا اقول لحضرتك من هنا ان خلال 5 سنين مش هتلاقي ولا سمكه في النيل ببساطه شديده. اقضي على التمساح هتلاقي سمك عندك انقرض تماما، لان هو الامراض هتنتشر طبعا، لان هو بيحافظ على التوازن البيئي بانه بيتغذى على السمكه الضعيفه، مش هيتغذى على السمكه القويه. دي معلومه مهمه جدا، الناس تعتقد ان هو بياكل السمك وخلاص. لا 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 لا، مهم جدا، ده كورنر ستون في التوازن البيئي، ما اقدرش اجي جنبه، زي بالظبط سمك القرش في البحر، نفس الموضوع، لازم احافظ عليه لان مهم في المنظومه البيئيه في المكان ده. طيب احنا دلوقتي لما ننادي نقول ده احنا عايزين نصدر التمساح او نحوله لقيمه ماليه
مهم قوي ان نعرف ان التمساح النيلي داخل في اتفاقيه السايتس، اتفاقيه الحفاظ على الحيوانات المهدده بالانقراض، وبالتالي هو مدرج في ملحق 2 اتفاقيه السايتس من اول 2010 بس وزنه كوتا بدون كوتا تصديريه لمصر، على عكس ان في بعض الدول الافريقيه بقيه ال 26 دوله اللي فيها التمساح النيلي لهم كوتا تصديريه، لان هم اثبتوا بالاحصائيات بتاعتهم ان في عندهم تزايد سنوي في اعداد التماسيح بتاعتهم. بالاضافه ان في بعض الدول مسجله مزارع لاكثار التماسيح في المزارع زي زامبيا وزيمبابوي مثلا، فعندهم بيصدر من انتاج المزارع بتاعته، وبالتالي من حقه انه بيصدر مع شهاده السايتس بتاعته ان هو انتاج مزارع. الحل بالنسبه للتمساح النيلي لو انا عايز احوله لقيمه اقتصاديه مع الحفاظ على الاعداد بتاعتي وعدم الاقتراب منها، ان انا انشئ مزارع واسجلها في سكرتارية اتفاقية السايتس في جنيف، أسجل المزارع بتاعتي إن أنا عندي مراكز لإكثار التمساح النيلي، وبالتالي بقى من حقي إن أنا أصدر من إنتاج المزارع دي. تنطبق اتفاقية السايتس في الحالة دي مش على الكائن الحي فقط، على المنتج اللي طالع من كائن الحي اللي هو التمساح، سواء لحوم التماسيح اللي ممكن تصدر بره أو جلدة التمساح اللي هي اقتصاديا لها قيمة اقتصادية عالية جدا. القدم المربع منها بيصدر بحوالي 150 دولار، وبالتالي دي بتوصل مثلا سن التسويق او العمر التسويقي للتمساح هو 2.5 سنين تقريبا، بتبقى جلدة البطن في اعلى جودة واللحم بتاعه في اعلى جودة. نرجع للكلمة اللي قلناها قبل كده ان درجة الحرارة بتتحكم في الفأس بتاعي، وبالتالي انا لو بعمل مراكز لاكثار التمساح اخلي بالي ان الفأسات بتاعتي الصناعية اللي انا هفأس صناعي يبقى مظبوطة درجة الحرارة عشان تخرج لي اناث اكتر. لا مش عايز هنا اناث اكتر، انا عاوز اناث اكتر، انا عايز نسبة 1:1، ولو انا عايز اناث لان انا عايز تسمين ونمو سريع عشان الجلد مش هستنى عليه اصلا لما يبلغ 12 13 سنه، انا عايز الا لو انا عايز اعمل اعمل 2.5 الا لو انا عايز اعمل قطيع انتاجي. لا وانا قبل ما اوصل لهذه المرحله، يعني كون التمساح النيلي دخل في اتفاقيه السايتس، يعني هو مهدد بالانقراض بالظبط، ومفيش كوتا لمصر. الاسباب الاساسيه والرئيسيه التي وصلت بنا الى انه هذا التمساح النيلي اللي على عكس ما الناس كلها فاهمه انه موجود ومنتشر وكبر واحجام رهيبه من كميات السمك وكل هذه المسائل، المعلومات المغلوطه للاسف اللي بتتقال، ايه اللي وصلني لمرحله التهديد بالانقراض؟ الصيد الجائر طبعا. الصيد الجائر، الصيد الجائر الناس بتحب تاخده، وفي ناس بتربيه كحيوان اليف عندهم، او للاسف موجوده منتشر في الاقصر واسوان. بالظبط بالظبط. وبرضه في ناس كتير بياخدوه التمساح الصغير وبعد ما يكبر بيحتار بيه وممكن يسيبه في اي مكان، وده بيعمل خطوره في اماكن ان هو دي مش البيئه الطبيعيه بتاعته. هو اصلا بيعتمد على المياه العذبه، بيعيش في المياه العذبه. اما اجي مثلا الاقي زي ما سمعنا خلال السنتين اللي فاتوا نلاقي في بعض المصارف الاراضي الزراعيه لقوا فيها تمساح، بيبقى في ناس كبر عندهم مش عارف يتصرف فيه فبيسيبه، فده غلط طبعا. المفروض في جهات صحيحه او اماكن صحيحه تقدر تحط فيها الحاجه دي طالما انت مش محتاجها او وصلت معاك للحجم اللي انت بدات تستاء منه. سلموا لاداره حدائق الحيوان، سلموا لوزاره البيئه هم يتصرفوا فيه، انما ما تسيبوش في مكان ممكن يعمل خلل بيئي فيه. دي من الامور المهمه جدا الحقيقه، لانها ظاهره للاسف منتشره وبالذات في الصعيد، ان البعض بيقوم بصيد التماسيح والابقاء عليها داخل احواض زجاجيه واحواض خاصه، وبيعتبروها جزء من الترويج السياحي احيانا لبعض الاماكن، وان كان ده الحقيقه محتاج وقفه شديده وكبيره من وزاره البيئه المصريه والجهات المعنيه بالحيوان في مصر. يعني بالمختصر اللي حضرتك بتقوله انه عشان نقدر نتجاوز هذه النقطة، نهضة ان انا عندي هذا الحيوان اصبح مهدد بالانقراض وده هيأثر تأثير سلبي شديد جدا على البيئة، ان احنا محتاجين نتجه الى فكرة المزارع. اسمح لي ان احنا نستفيد بشكل اكبر في هذه النقطة، ولكن بعد ان نتوقف مع فاصل كائنات لطيفة.
come easy. Well, I'm just a music man. Melodies so far my best friend, but my words are coming out wrong, and I reveal my heart to you and hope that you believe it's true, 'cause words don't come easy to me. How can I find a way? عودة مرة أخرى لاستوديو فضاء المصرية، برنامج أمثالكم، وبنستكمل حوارنا عن التمساح النيلي المهدد بالانقراض. القوانين اللي أنا محتاجة أبقى يعني أعملها علشان أتعامل مع فكرة أن أنا مهدد عندي هذا الحيوان المهم جدا للبيئة في مصر، وفكرة التوجه للمزارع أولا للحفاظ على الأعداد المطلوبة عشان مبقاش عندي انقراض، وإذا كان البعض بيتكلم على القيمة الاقتصادية من وراء التمساح. المفروض ان احنا نتجه لانشاء مراكز اكسار او مزارع خاصه لاكسار التمساح النيلي، وقانون البيئه المصري بيشجع على نقطه زي دي، ان ممكن تعمل في بدايه التربيه بتاعتك بتاخد 10 كائنات من البيئه بهدف الاكسار وليس الاتجار، عشان احد من الصيد. المزارع دي بحتفظ بالتماسيح داخلها، مش بطلقها بعد كده في البيئه الطبيعيه. بحتفظ بالتماسيح داخلها بهدف الاكسار، اخد منها للانتاج بتاعها من الجيل الثاني، ابدا من الجيل الثاني استغلها في الاتجار ان انا اخدها للحوم او للجلد بتاعها. بس انا استفدت ايه بقى في البيئه الطبيعيه بنقصان العدد؟ يعني المزارع هعمل منها استفاده اقتصاديه، لكن البيئه بتاعتي المهدده، البيئة الطبيعية المهددة للتمساح النيلي لازم يكون موجود فيها، عشان كل الأمور اللي حضرتك شرحتها لنا فيما يخص الحفاظ على الثروة السمكية والبيئة وخلافه. عشان كده قانون البيئة حط البند ده، إن أنا ممكن آخد عدد 10 كائنات من البيئة بهدف الإكسار، بحيث إن أنا بعد كده هيبقى الاتجار من إنتاج المزرعة ما اتجهش إن أنا آخد من البيئة الطبيعية، نبعد عن البيئة خالص، نبعد عن ان احنا نصطاد من البيئه خالص. دي نقطه محطوطه مهمه في قانون البيئه علشان نحد من الصيد والصيد الجائر في الكائنات جميعا المهدده بالانقراض، وكائنات البيئه المصريه بوجه عام حتى لو ما كانتش مدرجه في اتفاقيات دوليه. هل مسألة الإحصائيات وإقامة الإحصائيات والمراقبة لازم يكون لها شكل دوري؟ يعني أنا اللي فهمته من حضرتك إن آخر إحصاء معمول 2018، فإحنا بنتكلم في 6 سنين. هل المفترض علميا ان انا اعمل احصاء كل فتره قد ايه عشان اشوف الزياده او النقصان؟ المفروض يبقى في متابعه للزملاء، طبعا بيتابعوا في وزاره البيئه لتتابع الاعداد بتاعه التماسيح، ويبقى فيها نسب محدده، عندي قد ايه كم في الميه وصل لمرحله البلوغ وكم في الميه اعداد صغيره. ما اقدرش ان انا اعمل العدد على المطلق، حتى ما قلت 15000 او ال 15000 فيهم قد ايه نسبه، قد ايه قادره على التزاوج، وقد ايه لسه صغير. هو بيبلغ على سن 12 سنه بالظبط كده، بالظبط كده. فالمفروض ان الاحصائيه تبقى دوريه بصفه دوريه، لان هو هنقول بقى تراياتس على مدى 3 سنوات، لان بقول انها بتبيض كل 3 سنين، واذا كنت بعد العشوش بتاعتي يبقى انا على كل 3 سنين اقدر اقول ان العدد عندي قد كده. يعني العدد عندي لو انا هعد العشوش بتاعت الاناث اقدر اقول ان عندي كذا انثى منتجه على مدى 3 سنين بتوسط نجاح في الفأس قد كده، اقدر اعمل عدد وعد حسب الاسلوب اللي هم متبعينه في وزاره البيئه، اقدر اقول ان متوسط عدد في تناقص او ثابت او في ازدياد. لو قال لي ان هو في ازدياد ممكن نقدم طلب للسكرتاريه بعد كده في اي اجتماع قادم، ان ممكن تقول يبقى عندي كوتا تصديريه. انما طول ما انت عندك العدد ثابت او في نقص، ما اقدرش ان انا والعدد الامثل المفروض يكون تقريبا قد ايه؟ هل في تقدير لفكره العدد الامثل؟ ما نقدرش نقول العدد الامثل، لان حضرتك عارفه ان دي توازن بيئي ربنا خلقه. طالما الماده الغذائيه موجوده ومتوفره بكميه كبيره، الكائن هيزيد لزياده عشان يظبط الميزان. لو العدد بتاع الماده الغذائيه قل، هتلاقي العدد بيقل طبيعي من غير ما الانسان يتدخل. فما اقدرش اقول العدد قد ايه المناسب للمنطقه دي، انما اقدر اقول من الاحصائيات هي بتنقص ولا بتزيد. الحقيقه يعني الحوار عن اكبر كائن او تاني اكبر كائن في الزواحف التمساح النيلي، لاني فجاه اتكلم وافاجئ بان احنا بنتكلم في فكره انقراضه او فكره انتهائه. هل في شيء منظم ما بين الدول 26 دوله افريقيه بينهم وبين بعض عشان يكون، ما هو انا لو اتاثرت التاثير ده برضه هيكون له تاثير عليهم، مش عشان هم ممكن يكونوا واخدين بالهم لانه
يعني من هنا لحدود دول اخرى اللي هي بتشترك معايا في دول حوض النيل مثلا تحديدا، هيكون في تاثير بشكل او اخر عليهم. هو دلوقتي الدول دي لان عندها احصائيات متتابعه بالنسبه للتمساح النيلي، فهم فعلا اخدين موافقات من اتفاقيه السايتس ان هم عندهم كوتا تصديريه من الصيد البري بتاعهم من التمساح النيلي، وبالتالي الكوتا التصديريه دي يقدر يصدروا كتمساح حي او في صوره جلد او في صوره لحوم. في دولتين بداوا يتجهوا حاليا زي ما قلت لحضرتك، زامبيا وزيمبابوي تحديدا، بداوا يتجهوا لانشاء مزارع اكسار للتمساح النيلي، ودول بقى خرجوا من موضوع الكوتا التصديريه وبدا يصدر زي ما هو عايز من انتاج المزارع بتاعته، وبيحط عليها زي مايكروشيب على حتى المنتج بتاعه الجلد ده عشان يقدر يصدره ويبقى مقبول في دول العالم ويتصدر بالطرق الرسميه ومعاه مرفق بشهاده السايتس من الدوله اللي هو منتج فيها. طبعا تسجيل المنشأة أو المركز الإكسار الخاص بالتمساح النيلي ده بيبين فيه مصدر الأمهات جابها منين، بيبين فيه العدد والطاقة الإنتاجية بتاعته قد إيه، ولازم يخطر بيه إدارة السكرتارية في جنيف عشان يسجل لكل دول العالم الدولة الفلانية فيها منشأة تعمل إكسار للنوع اللي هو التمساح النيلي، وبالتالي مصرح بالاستيراد منها. الاتفاقية بتنص على كده. يعني لما ابتديت حواري النهارده عن التمساح النيلي ما كنتش متوقعه الحوار هياخدنا لايه واحنا بنتكلم عنه. بنتكلم عن واحد من اكبر الزواحف على مستوى العالم حجما، ولكن للاسف عندنا في اشكاليه بما انه انضم لاتفاقيه السايتس، وهي الاتفاقيه اللي بتنظم انواع المهدده بالانقراض. فكره اقامه المزارع فكره تستحق من القائمين على الشأن الحيواني في مصر ان هم يهتموا بيها وينظروا لها ويكون هناك متابعه بشكل اكبر. النهارده يمكن بقى عندنا شويه من المعلومات اللي احنا بنسمعها اللي تمثل بالنسبه لنا ك يعني اشخاص عاديين مفهوم مختلف عن اهميه وجود التماسيح. دعوه بنطلقها الحقيقه من البرنامج هنا ان يكون هناك وقفه للصيد الجائر ووقفه لاستخدام التماسيح في جنوب مصر كغرض من اغراض الترويج السياحي او تواجدها داخل البيوت والمنازل زي هو معروف وموجود في النوبة وفي أسوان. المسألة بتمثل خطر على البيئة، مسألة بتهدد ثروتنا الحيوانية السمكية، فبالتالي هناك حاجة إلى أن يكون هناك وقفة جادة بتشريعات صارمة علشان يكون هناك حفاظ على التمساح النيلي اللي هو الثاني أكبر الزواحف على مستوى العالم. في ختام اللقاء بشكر الأستاذ الدكتور إيهاب هلال، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا النهارده. شكرا. ودلوقتي أعزائي المشاهدين ده ميعادنا مع لقطة الأسبوع. وبكده اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. نرجو ان احنا تكونوا وفقنا في اختيار موضوعاتنا. الاسبوع القادم ان شاء الله حلقه جديده. حتى ذلك الحين لكم سلام الله ورحمته وبركاته.